السيدة هي قصة مختلفة بعض الشيء، لأنها يعني سيدة تريد أن تأخذ رأي حضراتكم في قصتها، ولكن زي ما طلبت بعدم تجريح. ايه اللي حصل وايه هي اللي عملته عشان تطلب رأي حضراتكم عشان هي مش عارفة تعمله؟ نصلي على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الست بتقول إن هي جوزها، طبعا هي متزوجة، جوزها بس مش مخلفة يعني، جوزها اتعرض لحادث أليم شفاه الله وعافاه، لكن الحادث ده خلاه قعيد الفراش. طبعا هي عندها 27 سنة، ما بقاش يقدر يتحرك يعني بره البيت خالص، دايما قاعد على كرسي بعجل ودايما قاعد في البيت، خلاص بقى تعبان. وايضا في موضوع العلاقة الجنسية ما بينه وما بين زوجته بقى ضعيف فيها. تمام؟ المهم انا خفت اسيبه، احسن الناس تقول لي انت سبت جوزك، انت تخليت عنه في وقت ازمته، الخوف من كلام الناس. عشان كده قلت لا، انا اقف مع جوزي وقفة رجالة، عشان ما حدش يقول لي بيم، وعشان الناس تقول لي البنت دي فعلا رجولة، رغم ان انا لسه عندي 27 سنة، لكن قلت لا، انا لازم اعمل اللي الرجالة ما بيعملوهوش، واقف مع جوزي وقفة رجالة. تمام. قالت كنت ببدأ اروح عند اهلي في الوقت اللي حماتي مثلا بتيجي تقعد مع ابنها شوية يومين ولا حاجة، كنت انا بروح عند اهلي. بدأ من بعد الحادثة ديت اخويا عنده 17 سنة، هي عندها 27 واخوها عنده 17 سنة. اخوها هي بتقول ان هو يعني كان مثلا داخل هي في المطبخ، كان يخش المطبخ عاوز يجيب ازازة مية، يخش المطبخ عاوز يجيب كذا، فكان بيتحرش بيها او بيلمسها او ايا كذا، فكانت هي بتقول ده غصب عنه وهو معدي، ده غصب عنه وهو كذا. الموضوع بدأ معاه ان هو يزيد، كل ما تروح بدأ يزيد 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 لحد ما هي فكرت وحست ان في تعمد في الحاجة دي، لدرجة ان من تطور الزيادة هي تبقى واقفة بتعمل حاجة او معدية او هو معدي من جنبها، بدأ يلمس بعض المناطق الحساسة في جسمها. طبعا هي بتقول ان هي بتخاف منه جدا رغم انه عنده 17 سنة وهي 27، يعني المفروض ألم يلوحه. بتقول ان انا بخاف منه وبالنظرة منه بتخليني اموت في جلدي وشخصيته قوية والبتنجان ده. المهم قال لك ان كان في يوم انا رحت عند اهلي، فابويا وامي خرجوا راحوا مشوار عشان يزوروا حد مريض في بلد ما يعني، وكان البيت فاضي عليا انا واخويا. لقيته بدأ يتحرش معايا وبدأ يجي وبدأ يلمس المناطق الحساسة. انتهى اليوم بعلاقة جنسية كاملة ما بيني وما بين اخويا. أعزكم الله. من بعد هذه العلاقة أصبح الموضوع رسمي فهمي نظمي، كل يوم أو كل ما أجي عند أبويا بتتم العلاقة دي مع أخويا. أروح أرجع البيت أأنب نفسي وعذاب الضمير وأنا كده بخون جوزي وأنا هقطع الموضوع ده، ألاقي أروح قدامه ألاقي نفسي مسلوبة الإرادة واعمل كل اللي هو عايزه ويعني واعمل معاه نفس العلاقه كل مره، وارجع تاني اعنب نفسي واعمل نفس القصه كل مره. تمام؟ طيب هتقولوا لي خلاص بدل انت كده شوفي، اولا ده اخوكي محارم، شوفي لك حد تاني اتجوزيه بدل انت محتاجه العلاقه دي. لا، ما انا ما ينفعش اسيب جوزي عشان الناس ما تقولش ان انا تخطيت الموضوع او انا تخليت عنه في وقت مرضه يعني. بس معنى كده انك يعني مش عايزه تسيبيه عشان كلام الناس تروح تعملي يعني خايفه من الناس ومش خايفه من ربنا. ما علينا. المهم طبعا بدأت العلاقه ديت تتطور ما بينهم على طول. كل ما يروح قالت انا يعني بيجي عليا وقت ما بقاش حابب، يعني ما برضاش اروح عشان ما اعملش العلاقه دي، فبدأت اغيب عن اهلي وما رضاش اروح كتير.
ابص الاقي اخويا جاي فوق دماغي في البيت ويدخل على جوزي وحماتي ويقول لهم ده انا محتاج اختي، اصل ابويا تعبان مره، اصل امي عاوزاك يا فلانه مره، اصل انا في موضوع مهم عاوزينك فيه هناك. وبعد كده مثلا اتاخرت تاني فيجي بقى يمثل دور بقى ايه يا عم انت مش عاوز تبعت مراتك عندنا ولا ايه؟ هو انت زعلان مننا في حاجه؟ يعني ايه مراتك ما تجيش عند ابوها وامها ويشوفوها؟ بدأ حماتها وزوجها بدأوا يلوموها ان هي ما تروحش، ان هي لازم تروح عند ابوها وتود بقى، وان ده قطع رحم والكلام ده كله، ولازم تعملي صلة رحم مع اهلك، ولازم تتعودي انك تروحي على طول. وده كان كلام جوزها، ما يعرفش حاجة طبعا، كلام جوزها وكلام حماتها. تضطر ان هي تروح معاه عشان جوزها ما يتكلمش وحماتها ما تتكلمش. بتقول ان هو اول ما بوصل بيقعد يضربني ويأنف فيا ويشتمني بأبشع الألفاظ، ازاي ما تجيليش وانت عارفه ان انا ما اقدرش استغنى عنك اكتر من اسبوع. ويبدأ برضه يمارس معايا العلاقة تاني. هي دلوقتي بتقول اعمل ايه؟ مش عارفة اعمل ايه. ده الوضع القائم دلوقتي بالنسبة لها. هي مش عارفة تعمل ايه دلوقتي، وبتقول لحضراتكم يا ريت تقولوا لي رأيكم بدون تجريح، لأنها في حاجة على حد قولها إن هي غصب عنها. هتنتظر من حضراتكم آرائكم. نيجي بقى الرأي أنا. أولا اللي أنت بتعمليه ده حاجة اسمها زنا محارم. ده أول حاجة كده. خفتي من كلام الناس وما خفتيش من ربنا رب الناس. اقعدي انت فكري زي ما انت بتقولي بقعد أأنب ضميري وأأنب نفسي. فكري في ربنا ان اللي بتعمليه ده من اكبر الكبائر، زنا. ومش زنا بس، ده زنا محارم اخوك. زي انت بتقولي عندك 27 سنه واخوك عنده 17 سنه، يعني لو اديت له كف هتلوحيه، كف كده تلوحيه. لا انا بموت في جلدي. شكلك فافي، شكلك فافي. لازم توقفي العلاقه دي فورا باي طريقه، حتى لو هتشتكي لامك، حتى لو هتعرف امك هتكفي عليك السر، لكن هتوقفه عند حد. ده وجهة نظر. علاقة محرمة، وانت بعد ما تعملي الحكاية دي وتوقفيها عندك احتياج جنسي هيوديكي انك تغلطي وتغضبي ربنا، اطلبي الطلاق. تغور الناس في ده انك تغضبي رب الناس. ارضي ربك الاول وبعد كده ابقي شوفي الناس. وقفت مع جوزك الناس هتشكرك وتقول لك الله ينور زي الفل، بس مش بعد كده مش هيدخلوك الجنه الناس. عبارتين شكر وشكرا، لكن ربنا هيولعك بجاز، هيولعك في نار جهنم باللي انت بتعمليه. ده كان رايي، لازم توقفي وتعملي كده. طبعا رايي قولوا لي برضه، قولوا لحضراتكم رايكم في رايي، ويا ريت لو حد عنده راي تاني يعني يقوله لنا في التعليقات. وبرضه انا لينك الواتساب على معاكم، يعني عندكم في الوصف. اللي عنده اي حاجه يبعت لي عليه وانا هدخله خاص معايا لو عنده اي مشكله ولا اي حاجه، وان شاء الله نعرضها هنا وناخد راي الناس عليها. دي كانت قصتنا النهارده، بس يقولوا الراي بدون تجريح، ده فضلا وليس امرا. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.